هل عمرك فكرت إن حياتك مش محتاجة معجزة علشان تتغير؟ مش لازم تبقى غني، مش لازم تسافر، ومش لازم تبدأ من الصفر. أوقات التغيير الكبير بيبدأ من 3 عادات صغيرة جدا، بس الفرق إنك تلتزم بيهم كل يوم. أول عادة: نظف دماغك قبل ما تنام. أيوة، زي ما بتغسل وشك لازم تغسل عقلك. كل ليلة قبل النوم اقعد 5 دقايق مع نفسك، اطفي الموبايل، اسكت شوية، واسأل نفسك: ايه اللي مضايقني؟ ليه حاسس اني تايه؟ ممكن تكتبهم في ورقة أو تحكيهم لنفسك، بس ما تسكتش جواك، لأن الكتم بيوجع أكتر من التعب نفسه. تاني عادة: كبر الحاجة الصغيرة. مش لازم تعمل إنجاز ضخم علشان تحس إنك بتتقدم. لو صحيت بدري، دي خطوة. لو ريحت دماغك بدل ما ترد بعصبية، دي خطوة. لو رتبت سريرك، دي خطوة. انت مش قليل، انت بس مش شايف نفسك وانت بتتحسن. تالت عادة: احترم نفسك. احترمها. يعني ما تضحكش لما حد يقلل منك، ما تمشيش في سكة مش بتشبهك، ما تقولش أنا كده وخلاص. كل مرة تقول لنفسك أنا ما استاهلش، بتدمر خطوة لقدام كان ممكن تاخدها. احترام النفس مش كلام تحفيزي، ده قرار تاخده كل يوم وانت بتفتح عينيك. وانت بتسمعني دلوقتي، اسأل نفسك: هو أنا محتاج أغير حياتي ولا بس محتاج أبدأ؟ ابدأ بالعادات دي وحياتك هتمشي في طريق جديد، طريق انت اللي بتبنيه. مفيش وقت مناسب للتغيير أكتر من دلوقتي. انت مش ضعيف، انت بس نسيت قوتك. فوق وابدأ. لو الكلام ده لمسك، اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات ايه أكتر عادة من دول ناوي تبدأ بيها.